السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي كتجي اكثر من رائعه من البقايا ديال الورقه البسطيله، اللي كتجي اقتصاديه وسهله في نفس الوقت. الا كنتوا اول مره كتصادفوا القناه ديالي فما تبخلوش عليا بواحد لايك واشتراك وتفعيل الجرس وشي تعليق زوين بحال وجهكم. وندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنايا 5 ديال الكبده ديال الدجاج اللي غادي نديرها تسلق. درت معاها واحد الطريف ديال الحامض، وغادي ندير ليها هكايا واحد شويه ديال الخل باش غادي نسلقها واحد جوج ديال الدقائق هكاك. نخليها واحد جوج ديال الدقائق. هنا درت معاها حتى القلب، حتى داك القلب اللي كيكون مع الكبده حيت ليه دوك العروق اللي تيكونوا فيه، ونخليوها هكايا تسلق حتى كتخرج ديك الزفوره كامله اللي فيها. غير واحد جوج ديال الدقائق، ما نخليوهاش بزاف حيت دغيا كطيب، هي ما كتشدش لينا الوقت بزاف. عندي هنايا مقله درت فيها شويه ديال الزيت البلديه والزيت الروميه. غادي نزيد عليهم واحد البصله مشلضه مع الشامبينيون قطعته هكايا طريفات. الا ما كانش تقدروا تستغناو عليه، ديروا غير البصله. غادي نشحر هاد الشامبينيون هذا مع هاد البصله. دابا غادي ندير عليهم شويه ديال الابزار، واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار. وغادي نزيد عليهم مليحه على حسب الذوق. غادي نخلط هاد المكونات هذه مزيان حتى كتهبط ليا هذيك البصله، كتبان ليا راه دبالت. هنا من بعد ما دبالت ليا البصله، دابا غادي نضيف عليها شويه ديال القزبور ومعدنوس مقطع. انا هنايا دايره في المجمد. غادي نضيف عليهم شويه ديال الفلفله خضراء والحمراء اللي دوزتهم هكايا في الهاشوار، ولا قطعوهم هكايا يكونوا رقاق. تقدروا ديروا غير الفلفله خضراء ولا مزيج ما بين الفلفله الخضراء والحمراء والصفراء على حسب المتوفر عندكم. عندي هنا نص معلقه ديال الكمون. دائما الحشوه كديروا على حسب المتوفر عندكم. عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال التحميره. انا ما كنكثرش التوابل باش ما يقضيوش ليا على المذاقات الثانيين. الا كثرتوا العطريه في اي حاجه راه كتقتلوا المذاق ديال كل حاجه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ونص معلقه صغيره ديال السكينجبير. اي حاجه كنستعملوا فيها الدجاج اولا الكبده ولا كنديروا فيها ضروري ديك شويه ديال السكينجبير باش كنحيدوا ديك الزفوره ديال الدجاج. صافي غادي نخلط هاد المكونات هذه مع بعضها مزيان حتى كينسجموا ويتشحروا ليا وتهبط ليا ديك الفلفله. ودابا غادي نزيد ديك الكبده من بعد ما تسلقات وصفيتها وقطعتها على هذا الشكل هذا. غادي نزيدها على دوك المكونات. صافي غادي نخلطها تشحر معاهم مزيان. كتجي هاد الحشوه بنينه بزاف، تقدروا تعمروا بها حتى ليميني بطبوط، كتجي صراحه زوينه بزاف. ولا خبيزات هكا معمرين في الفران، يعني تقدروا تستعملوها لشحال من حاجه ماشي غير هاد الوصفه هذه. لهاد البسطيله المشنتفه اللي كنسميها انا البسطيله المشنتفه، حيتاش كنستعملوها كنديروها من ديك الورقه اللي كتبقى لينا في كتضيع هكايا في المجمد اولا كتضيع لينا كتفرتات، ولا كنديروا بها هاد الوصفه هذه. المهم حتى حاجه ما تضيع، كلشي نخدموه. عندي هنايا شويه ديال الزيتون هكايا خضر مقطع حتى هو ضفتو.
صافي هنايا الحشوه راه واجده. ضروري تكون الحشوه ديالكم ناشفه ومشحره مزيان، ما يكونش فيها الماء. صافي راه هنايا راه طفيت عليها. غادي ندوز دابا للورقه. هي الورقه عندي هنايا الورقه اللي كيف قلت لكم اللي كتضيع اولا كتبقى عندنا واحد المده في المجمد، يعني كتولي كتهرس، ما كتبقاش صالحه دير بها لا بريوات لا بسطيله لا والو. صافي كنقطعوها هكايا بحال اللي كنقطعوا المسمن على هذا الشكل هذا. كنفرتتوها. غادي نزيد عليها 2 ديال البيضات. هاد البيض هذا هو اللي غادي يساعد لينا ديك الورقه باش كتلاصق وباش كتجمع لينا، وفي نفس الوقت فاش كتحمر في الفران كتجي عاطيه داك اللون زوين كتحمر. صافي غادي نلبس هذيك الورقه ديالي بالبيض مزيان حتى كتاخد كل ورقه كتاخد الحق ديالها من البيض. غنخلطها مزيان. صافي هنا غادي نجيب المول ديال الزاج اللي دهنته هكايا بالزبده. غادي نفرش فيه نصف الكميه ديال الورقه. صافي غادي نحاول باش نحلها لان داك البيض فاش كدير هذاك البيض كتلاصق. غادي نحاول هكايا نحلها ونعمر هذوك الفراغات كاملين. صافي دابا غادي نزيد ديك الحشوه اللي بردات من طبيعه الحال. غادي نزيدها على ديك الورقه. غادي نحاول نسويها على الجناب كاملين باش كتجي واحد الطبقه اللي متساويه. صافي غادي نقاد هذيك الحشوه على الورقه ديالي على هذا الشكل. وتقدروا كذلك ديروا الصدر ديال الدجاج ولا لا داند على حسب المتوفر عندكم. ماشي ضروري تكون الكبده. انا هي اللي كانت عندي متوفره داكشي علاش درتها. غادي نزيد هنا شويه ديال الفرماج حمر وشويه ديال الموتزاريلا. طبعا هاد الاضافه كتبقى اختياريه وعلى حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب المتوفر. ماشي دائما نتقيدوا بالوصفه كما هي. نقدروا نبدلوا فيها شي حوايج نزيدوا فيها شي حوايج اللي كتماشى مع الظروف ديالنا ومع داكشي اللي عندنا موجود. دابا غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال الورقه اللي غادي نحاول نغطي فيها هذيك الحشوه كامله ما نخليهاش تبان. صافي هنايا راه هذيك الورقه راه كترطاب كتشرب هذاك البيض وكتولي رطبه. ضروري خاص ديروا يديكم باش كتحلوها. صافي من بعد ما نغطي ديك الحشوه غادي ندخلها للفران. هنايا الفران انا شعلت ليه كيسخن. المهم غادي ندخلها من التحت تتحمر ليا من التحت. اعطيوها الوقت خليوها طيب على نار مهيله باش ديك الورقه تحمر لكم مزيان. صافي غادي كيف ما قلت لكم نشعلها غير من التحت حتى كتحمر مزيان. عاد باش نشعل ليها من الفوق. وهنا حاولوا ما تضغطوش الفوق باش كتعطي يجي داك الشكل هكا ديال داك الورقه كتكون مشنتفه كيجي داك الشكل ديالها زوين ملي كطيب. وها هي الوصفه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران. هنايا راه طابت وديك الورقه كتجي مقرمشه كتجي زوينه الصراحه. وصفه سهله وفي المتناول والاكثريه كتبقى لينا الورقه غير كتضيع ولا كتشيط. فنستغلوها هكايا علاش لا نديرو بها شي وصفه اللي تكون بحال هكايا زوينه. غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. صافي هنايا راه كتقطع معايا بكل سهوله لان الورقه جامعه راسها وطايبه. ها انتم كيفاش تجي من الداخل. صراحه كتجي رائعه وكتستحق التجربه. والحشوه كيف قلت لكم كتبقى على حسب المتوفر عندكم. كتجي
غزاله غزاله، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه ظريفه عليكم. وما تنسونيش من الدعم ديالكم ومن تشجيعاتكم. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم جميله، وشكرا للمشتركين اللي انضموا للقناه جداد، والمشتركين القدام كنقول لكم راه الدار داركم. وشكرا لكم، فين ما كنحط شي فيديو كنلقاكم واقفين معايا. شكرا لكم بزاف، الله يخطيكم والله يكبر بكم. وهانتوما كتجي الوصفه ديالنا رائعه وكتستحق التجربه، وحتى شي حاجه ما تضيع. والى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه.